أسعدتم مساء أعزائي المشاهدين مع حلقة بعنوان أكراد سوريا في مرآة مصادر الأرشيف العثماني خلال القرن الثامن عشر للميلاد، للمؤرخ والبروفيسور شتيفان وينتر، وهو ألماني ومختص بالفترة العثمانية. الترجمة من الألمانية إلى العربية الدكتور نضال حاج درويش. أولا، المدخل. طبعا سأقرأ كما هو مكتوب بالضبط بدون أن أعطي أي رأي في الموضوع إلا في نهاية الحلقة. المدخل: كانت لسوريا بين قوسين بلاد الشام أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ الشعب الكردي، على الرغم من أن قبائل كردية صغيرة استقرت منذ القديم في المناطق الجبلية الساحلية واندمجوا مع سكان المنطقة، إلا أن التاريخ الحقيقي للكرد يبدأ بحسب المصادر العربية منذ هجرة بين قوسين ربما المتحدثين باللهجة الكرمانجية أشباه البدو من المناطق الشرقية لجبال طوروس في العصور الوسطى، مع صعود الإقطاع العسكري في الشرق الأوسط وإعطاء الأراضي لبعض القبائل وقادة العسكر استقرت. ومنذ القرن الحادي عشر والثاني عشر قبائل كردية في مناطق فيها حصون ذو أهمية استراتيجية مثل حصن الأكراد، أي قلعة الأكراد فيما بعد قلعة الحصن، والقصير في أعالي أنطاكيا. أقوى قائد عسكري في هذا العصر هو صلاح الدين الأيوبي، توفي عام 1193، الذي وحد كامل سوريا واستطاع الانتصار على الصليبيين، وهو يتمتع بأهمية تاريخية عظيمة لدى الكرد والقوميين العرب. لم يتم حتى الآن البحث بشكل واسع في تاريخ القبائل الكردية في تقارير البلاط العثماني والرحالة أمثال شرف خان البدليسي وأوليا جلبي. لدينا معلومات غزيرة عن الإمارات الكردية في القرن السادس عشر والتاسع عشر الميلادي، والتي كانت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي في أيالة ديار بكر والمناطق المحيطة بها. بعكس ذلك، يتم الحديث عن المجتمع الكردي في شمال سوريا ابتداء من القرن التاسع عشر في كتابات المستشرقين الروس وموظفي الانتداب الفرنسي في القرن العشرين. بإمكان المرء الحصول على الكثير من الوثائق من الأرشيف العثماني بخصوص حلب طبعا بخصوص حلب والرقة وطرابلس، والتي تلقي الضوء على الهيكل الإداري والمشاكل المتعلقة بالإدارة لدى القبائل الكردية في نهاية القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر. بعد فشل الحملة العثمانية ضد فيينا عام 1683 وما تبعها من فقدان لبعض المناطق في منطقة البلقان، تركزت سياسة الباب العالي بالدرجة الأولى على الأمن الداخلي والبناء الاقتصادي في المناطق الآسيوية للإمبراطورية العثمانية، وترتكز هذه السياسة بشكل أساس في مسألة الإسكان الداخلي للقبائل الكردية والتركية والمرتزقة من الجند. ولتحقيق ذلك اتبعت وسائل العنف والترحيل، إضافة إلى إيجار الأراضي بأسعار مناسبة وحوافز أخرى تدفع المرء للاستقرار. غزارة الوثائق الكتابية في الأرشيف العثماني ليس لها مثيل، وهي تزودنا بمعلومات عن مراقبة ومعاقبة القبائل من قبل الجهاز الإداري للسلطنة العثمانية، الأمر الذي يوفر لنا فرصة فريدة لمعرفة أمور كثيرة لم نكن نعلمها عن تاريخ الشعوب وتاريخ الاستعمار ضمن آسيا الغربية في بواكير العصر الحديث. توجد 3 مناطق في سوريا الحديثة مجاورة للحدود التركية مفصولة عن بعضها البعض، تسكنها أغلبية كردية يتحدثون بلغتهم الأم، في هضبة عفرين بين قوسين كرداخ شمال غرب حلب، ومنطقة عين العرب بين قوسين نبع العرب شمال الرقة، والحزام الحدودي حول القامشلي مع امتداد جبل سنجار العراقي في شمال شرق الحسكة. يتم التعرف في الوثائق العثمانية على مجموعات بدوية كردية كثيرة كانت تتوزع على مناطق واسعة من سوريا الداخلية خلال القرن الثامن عشر. كانوا يجمعون الضرائب باسم الدولة. إضافة إلى هؤلاء البدو،
وجد قسم من الكرد الذين استقروا حديثا وبنوا القرى. يهدف هذا البحث إلى سرد العلاقة بين تلك المجموعات الكردية والدولة العثمانية من الناحية التاريخية، وذلك من خلال وثائق الأرشيف العثماني. في الجزء الأول من البحث تتم دراسة القبائل والإمارات الكردية التي سكنت في المناطق الغربية من الساحل السوري في القرن الثامن عشر، والذين اندمجوا مع مرور الوقت في المجتمع العربي، أي أنهم استعربوا. في الجزء الثاني من البحث يتم دراسة هجرة قبيلة الملان والرشوان خلال القرن الثامن عشر من مناطق الأناضول إلى منطقة الجزيرة. ولو أن الوثائق الحالية تمكننا من إلقاء نظرة تقريبية على توزع القبائل في ذلك العصر، وهي تبين لنا تداخل المجتمع الكردي والعربي خلال بواكير العصر الحديث. أولاً، حما وحمص. تعتبر الأراضي العليا غربي مدن سوريا الداخلية حمص وحما من أقدم المناطق التي سكنها الكرد. أكرر، تعتبر الأراضي العليا غربي مدن سوريا الداخلية حمص وحما من أقدم المناطق التي سكنها الكرد. ذكرت سابقا بناء حصن الأكراد 1031 للميلاد للأغراض العسكرية، وهو يقع في منطقة استراتيجية هامة بين حمص وموانئ طرطوس وطرابلس الساحلية. ومع بداية العصر العثماني سكن الكرد في المناطق المحيطة بالحصن. يرد في السجل العقاري العثماني طابور التحرير من القرن السادس عشر والسابع عشر ذكر المجموعة القبلية جماعة التي تعرف بالكرد الحسكية، هسكية بين قوسين، والتي شكلت مجموعة منفصلة في ناحية حصن الأكراد، وكانت تقوم بجمع الضرائب وترسلها مباشرة إلى الصندوق الخاص للدولة العثمانية، كما كان الحال بالنسبة للبدو وأشباه البدو في سوريا أيضا. وكانت هذه الضرائب تمول المنح الدينية لعائلة السلطان، وقد تم حصل الضريبة من 48 عائلة، وهي عبارة عن غنم وجاموس. لا يظهر اسم الحسكية في أي وثيقة بعد سنة 1645 1646 بين قوسين تاريخ آخر سجل عقاري لمدينة حمص. مع بداية مشروع السلطة العثمانية لإسكان القبائل بنهاية القرن السابع عشر تظهر عشيرة ساتشلو الكردية في مدينة حما التي لجأوا إليها تجنبا لدفع الضرائب للعثمانيين. وكان للساتشلو علاقة قرابة مع كرد كلس. أما قبيلة قليتش لو والذين سيتم ذكرهم أثناء الحديث عن حي الأكراد بحلب، فقد كان لديهم شعبة في قضاء محافظة حمص، وقد تم رفع دعوى قضائية سنة 1695 ضد أحد قادتهم المحليين بتهمة سرقة الغنم من أحد التركمان المحليين. لا توجد في الوثائق أي معلومات أخرى بخصوص منطقة حصن الأكراد. كانت قرية وادي الحضور في سنة 1715 مركزا يختبئ فيه الكرد خوفا من قطاع الطرق الأشقياء الأتراك. من الذين كانوا قد تركوا قبائلهم وتجنبوا دفع الضرائب واعتادوا على العيش على النهب والسلب. أما بالنسبة للكرد فقد كانت هناك نخبة منهم أعضاء في طبقة الضباط العسكريين، وقد كانت لهم اتصالات جيدة مع قبائل الأناضول وكذلك الجيش العثماني، الأمر الذي مكنهم من التحكم باستيراد الصوف والغنم من كامل المنطقة. كان سليمان آغا وهو شخص أصوله غير معروفة يجمع الضرائب لسنوات طويلة من سكان حصن الأكراد وقراهم، ومول في بعض الأحيان الاستئجار لأمراء حمادة أميرة في لبنان استنادا إلى ملفات القضاء. نعلم بأن البرازي كانت أهم عائلة أغوات كردية، حيث امتلكوا مساحات واسعة من الأراضي العقارية ضمن مدينة حماة في القرن التاسع عشر. اندمجت هذه العشيرة مع مرور الوقت بالمحيط العربي، أي أنهم استعربوا،
وقد وصل البعض منهم إلى مناصب عليا في الجمهورية السورية. أما فيما يتعلق بإمارة الجبل الكردية في طرابلس، إمارة الجبل الكردية في طرابلس استقر الكرد بشكل أساس في سوريا كما هو الحال في كردستان في المناطق الجبلية العالية، بحيث يستطيعون بدون عوائق تربية الماشية وكذلك ممارسة تقاليدهم. تعتبر الجبال الساحلية الوعرة في لبنان والتي يمكن للمرء أن يصل إليها بصعوبة ذو أهمية كبيرة بالنسبة للتاريخ الكردي، حيث استقرت هناك مجموعات قومية ودينية تمتعت بحكم شبه ذاتي واستطاعت الاحتفاظ بتقاليدها بشكل أفضل. كانت عائلة جان بولات وعائلة معا من أهم تلك العائلات الكردية الأميرية، والذين تحولوا بعد انتقالهم إلى جنوب لبنان إلى المذهب الدرزي، وهيمنوا لسنوات طويلة على سياسة القبائل وتحكموا بالضرائب. كذلك عائلة شعب وهي غير معروفة كثيرا، فهي تنتمي إلى الطائفة الاثنى عشرية الشيعية في جنوب لبنان. كانت هذه العائلة تتمتع بحق جباية الضرائب في منطقة جبل عامل، ولكنهم لم يستطيعوا الصمود طويلا أمام إمارة شهاب 1788 1840 القوية. يرد اسم هذه الإمارات بكثرة في الوثائق العثمانية المتعلقة بأمور التمويل، ولكن نظرا لاندماج هذه الإمارات السريع في المجتمع الإقطاعي اللبناني لا يمكننا معاملتها كجزء من التاريخ الخاص بالكرد. أما بالنسبة للعائلات الكردية في سنجق طرابلس فقد كانوا وما زالوا حتى القرن الثامن عشر محتفظين بهويتهم القومية، وأهم إماراتهم كانت الكورة أو الكورة في رأس نحاش، وأحفادهم هم الأيوبيون الحاليون في شمال لبنان. في ملفات قضاء طرابلس من النصف الثاني للقرن السابع عشر يتم ذكر إمارة الكورة ومجموعات كردية أخرى، منهم عائلة حمادة التي كانت تحت حكم إمارة الكورة، وكان ربما كورة أو كورة أو كورة أو كورة، ربما أعود القراءة. وكانت هناك علاقات زواج بين العائلتين. كانت عائلة حمادة تنتمي إلى الطائفة الاثنى عشرية، ووقع على عاتقهم جباية الضرائب. عاشت إمارة الكورة مرحلة الانتعاش في منتصف القرن الثامن عشر. في سنة 1740 حصل الأمير علي بن حسن الكردي حفيد الأمير أحمد بن موسى الكردي مع شريك مسيحي على ضرائب الإيجار في عكار وعنفة. خلال العقد القادم هيمن فرع موسى وفرع حسن من العائلة الأميرية على الإيجار بشكل فردي أو معا في محيط الكورة وعنقة والزاوية في جبال أعالي طرابلس. كان على الأمراء الكرد كباقي الأمراء المحليين أن يبعثوا بأحد أعضاء العائلة كأسير إلى قلعة طرابلس إلى أن يتم استلام الضرائب في سنة 1745. تمكن قاسم بين قوسين على الأغلب ابن حسن الكردي عن طريق الرشاوي من تجنب ذلك الاحتجاز. تمتع أخوه عمر بالحصول على الإيجارات من الكورة وعنقة عنفة حتى سنة 1764. بعد ذلك فقدت العائلة هذا الحق. لم يأخذ الإقطاع الكردي في لبنان حقه الكافي من البحث، وهو أمر ينطبق على هذا البحث أيضا، وهو أمر عائد إلى قلة الوثائق. بالنسبة لجماعات أخرى والتي ربما أصولها كردية مثل عائلة سيفا الأميرية من عكار الذين حكموا كامل أيالة طرابلس اعتبارا من سنة 1579. يتم ذكر هذه العائلة في المصادر على أنهم أكراد، ولكنهم كانوا من ضمن الاتحاد القبلي التركماني بين قوسين ذو القادر. أما الشعير الذين ربما هاجروا من شمال سوريا فينتمون إلى الطائفة الاثنى عشرية، وكانت لهم في القرن السابع عشر علاقات حميمة مع كرد الكورة وسيفا. تقدم لنا عائلة المرعبي حالة جديرة بالاهتمام، حيث بسطت هذه العائلة سيطرتها حتى القرن العشرين على منطقة عكار في أقصى شمال لبنان. في
دراسة تفصيلية عن تاريخ عكار أظهر الباحث فاروق هبلوس أن هذه العائلة كانت تجبي الضرائب للعثمانيين وقد هاجرت من حلب إلى طرابلس سنة 1715. ويرى الباحث أن هذه العائلة ربما كانت ذات أصول عربية، ولكن هذا التقدير عائد إلى خطأ في ترجمة وثيقة من اللغة التركية من طرابلس. وحسب الوثيقة فإن وزيرا عثمانيا وليس شديد الناصر المرعبي هو الذي بات لعدة أيام في سنة 1714 في حصن الأكراد أثناء ذهابه من حلب إلى صيدا. في ذلك الوقت امتلك شديد وأقربائه تحصيل الضرائب من عكار وحصن وصافيتا، وأسرع شديد في الانتقال إلى جانب الوزير العثماني عندما حاول الحصول على منصب الحاكم في طرابلس، ووضع المنطقة لسنوات عدة في حالة من الاضطرابات. تمتعت عائلة المرعبي بدعم السلطات في سنة 1741. يظهر شديد وأولاده سلهب وإسماعيل ضمن قائمة من 38 ثائرا أغلبهم تركمان كانوا قد انطلقوا قبل سنة من وادي الحضور وهاجموا منطقة صافيطة وأرهبوا سكانها. الأمر غير المعروف بالنسبة لنا هو فيما إن إذا كانت الدولة العثمانية تعتبر المرعبي إمارة كردية كما كان الحال بالنسبة لإمارة الكورة، ولكن الأمر المؤكد أن وجهاء عكار ما زالوا يفتخرون بأصولهم الكردية، وكانوا حتى الأربعينيات على الأقل يتميزون بلهجتهم الخاصة ولباسهم الكردي. هنا استراحة لمدة دقيقة فقط. أكرر هذا كل ما أقرأه هو من الأرشيف العثماني. من قام بترجمته إلى اللغة الألمانية هو البروفيسور والمؤرخ الألماني شتيفان فينتر، ومن قام بالترجمة إلى اللغة العربية هو الدكتور نضال محمود حاج درويش. أعود للقراءة. بالنسبة للاذقية وجبال العلويين، كان كامل المنطقة الغربية من الساحل السوري في القرن الثامن عشر موطن مجموعة قبائل كردية صغيرة، والتي لم يعد لها اليوم تقريبا أي أثر. أكرر، كان كامل المنطقة الغربية من الساحل السوري في القرن الثامن عشر موطن مجموعة قبائل كردية صغيرة، والتي لم يعد لها اليوم تقريبا أي أثر. في هذا الفصل سيتم الحديث عن عشيرة رشوان، ويجب أن أذكر هنا بأن أجزاء من اتحاد قبيلة لكوان هاجرت من مناطق الأناضول إلى طرابلس عندما أنهوا عقود الإيجار الإقليمية سنة 1749. كان اتحاد قبيلة لكوان يسكنون في أضنة، وكانوا معروفين بالسرقة والنهب، ومرتبطين بتحالف مع عشيرتي ينيئيل وأفشار التركمانيتين، وقد أجبرتهم السلطة العثمانية على السكن في مدينة الرقة. وقد اندمج هؤلاء أيضا كأغلب القبائل الكردية في منطقة الساحل السوري في المجتمعات المحلية. نحن نعلم الآن وبالاستناد إلى وثيقة قضائية تعود إلى سنة 1761 بأنه كان لدى قبائل عربية رعاة أغنام كرد، حيث مارسوا معهم البداوة بين عكار في لبنان وصافيتا جنوب جبال العلويين. كانت منطقة الجبال الساحلية الشمالية حول اللاذقية تاريخياً مركز استيطان كردي مهم يوثق السجل العقاري للضرائب من القرن السادس عشر. بناء مسجد بين قوسين مسجد الأكراد في جبلة من دخل محصول خاص يعود ربما إلى طبقة من الأكراد المتحضرين، والذين ربما كانوا يمتلكون أراضٍ زراعية منذ عصر المماليك الشركس في سوريا 1382 1516. كان يطلق حتى القرن العشرين اسم جبل الأكراد على المناطق المرتفعة خلف جبلة واللاذقية، وما تزال المناطق المحلية تحتفظ إلى أيامنا هذه بأسمائها الكردية: دوير الأكراد، مزارة الأكراد، بيت الكردي، وإلى آخره. كانت بيت ياشوث وقرى علوية أخرى تعود ملكيتها ولحقبة طويلة لآغا عائلة كنج. كان حصن صهيون
في سنجق جبلة حسب المصادر العثمانية، والذي كان يعود بالأصل إلى الفرسان الصليبيين مسكونا من قبل قبيلة ساجلو أو ساتشلو الكردية في القرن الثامن عشر، وكانوا يدفعون الضرائب للجوامع وإلى إمارة كورب كورب رولو محمد باشا في جسر الشغور. أما القبائل الأخرى فكانت تدفع الضرائب لخزينة الدولة في حماة. في وثائق أخرى يتم اعتبار أكراد حصن صهيون جزءا من عشائر الملية ملان، وقد عرف عن هؤلاء أنهم عاشوا على جني الضرائب والنهب والهجوم على مناطق جسر الشغور. يقع جسر الشغور على نهر العاصي، وقد تمتع الجسر بأهمية استراتيجية إضافة إلى منشآت أخرى كانت لها أهمية كبرى بالنسبة للذاهبين إلى الحج، وكذلك الأمر بالنسبة للتجار، لذلك كان محل طمع الحكام المحليين في المنطقة الجبلية المحيطة بها. هاجمت عشيرة الشيخان الكردية في سنة 1698 وبمساعدة 1000 فارس من العلويين جابي ضرائب وتاجرا للتبغ من اللاذقية، عندما كان هذا في زيارة إلى أملاكه العقارية بين مدينتي جبلة وجسر الشغور، ولكن رجاله تمكنوا من حمايته. كان حسن آغا ابن رستم جابي الضرائب من أهم الأمراء العثمانيين في شمال سوريا في ذلك الوقت، وكان كردي الأصل. امتدت منطقة نفوذه بعض الأحيان من هضبة القصير إلى أعالي أنطاكيا، وكامل منطقة جبل الأكراد إلى قلعة المرقب قرب بانياس على الساحل السوري. بنى حسن آغا مسجدا من أمواله الخاصة في جسر الشغور سنة 1721، وأشرف مع أولاده لعدة أجيال على المنح المالية الغنية لإمارة كوربرلو. قاد عمر وحسن سنة 1730 عشيرة موسان في ثورة قصيرة الأمد ضد العثمانيين، وذلك لأن موظفي الدولة كانوا قد أعدموا أخاهم رستم ابن حسن الكردي قبل ذلك بعدة سنوات، وذلك بسبب امتناعه عن دفع الضرائب. واحتلوا قلعة العائلة في منطقة سلمى ناحية بهلولية ودمروها، ولكن عائلة رستم آغا تمكنت من استعادة دورها المؤثر في المنطقة، وتحكمت حتى القرن التاسع عشر بتجارة التبغ في المنطقة المحيطة بجسر الشغور وجبلة واللاذقية. تقع القرى التي كانت تخص رستم آغا في أيامنا هذه على جانبي الحدود السورية التركية في القصير، وكان السكان بعض تلك القرى مثل قرية باداما يتحدثون غالبا باللغة الكردية حتى سنة 1850. الآن نأتي إلى شمال سوريا وإقليم الرقة. كانت الأراضي العليا على طول الحدود الشمالية السورية التركية، والتي تشكل منطقة انتقال من الصحراء العربية إلى منطقة جبال طوروس، وما زالت حتى اليوم ذات كثافة سكانية كردية. وهناك جدل حول تاريخ الاستيطان في هذه المنطقة، وهذا الأمر يعود إلى الاضطرابات والهجرات خلال الحرب العالمية الأولى. وفي مقابل ذلك تشير مشاريع التوطين العثمانية العائدة إلى القرن الثامن عشر إلى تبدل سكاني شمل الكرد والعرب والترك قبل ظهور عصر القوميات الحديثة. الأمر الجدير بالملاحظة هو عدم دراسة الوثائق الغزيرة والمتعلقة بالتجمعات الكردية حتى الآن من قبل المؤرخين، بغض النظر عن مصطلح أكراد الذي يرد في الوثائق العثمانية، والذي يشك في أنه يشير إلى الكرد بالمعنى القومي، وإنما يشير على الأغلب إلى القبائل البدوية التركمانية بالمغزى الاجتماعي. فإن الأمر الجدير بالملاحظة هو تقريبا عدم ذكر القبائل العثمانية الموجودة اليوم في المنطقة. في هذا الفصل سيتم إلقاء نظرة على الوجود الكردي في ظل الإدارة العثمانية في منطقة شمال سوريا، والذي يجب أن يأخذ حيزا أكبر في المستقبل، وذلك من وجهة نظر جغرافية وتاريخية ومنهجية. نأتي إلى حي الأكراد في حلب. كانت منطقة جبل الأكراد كرداغ، ومكتوب أيضا جياي كورمينج بين قوسين عفرين الحالية، شمال غرب حلب في الإمبراطورية العثمانية، تتمتع بإدارة ذاتية كما كان الحال بالنسبة لكردستان الشرقية. وحسب الزمن والسياق الإداري يظهر أن هذه المنطقة كانت لواء بين قوسين سنجق كرديا مستقلا،
مركزا إداريا عشائريا لجامعي ضرائب كبار. يتم ذكر الإقليم العسكري كلس في التسجيلات القديمة بخصوص التمويل، وكانت كلس تخضع حسب نظام السناجق الكلاسيكي لسيادة حلب، وتسمى رسميا بإقليم الأكراد. وكانت بالنسبة للعثمانيين مصدرا لتزويدهم بالعساكر من القبائل المحلية في حملات تجنيد تصل إلى 1000 رجل. كانت عائلة جان بولات التي تم ذكرها سابقا تحكم كلس لعدة أجيال قبل أن يصبح علي جان بولات حاكما لحلب، لكنه قام في سنة 1607 بثورة ضد العثمانيين انتهت بهروبه إلى لبنان. احتفظ لواء سنجق كلس بأهميته كمصدر منتظم لتنظيم الدولة بالعساكر حتى أواخر القرن الثامن عشر، ولكن مالكيه الكرد لم يمولوا العساكر ماليا في أوقات الحرب، وإنما كانوا يرسلون مبلغا محدودا إلى صندوق الدولة. تم تمثيل أكراد كلس لدى السلطات العثمانية كما باقي الاتحادات القبلية من قبل قائد محلي. كان هذا القائد مسؤولا بشكل خاص عن الضرائب ومراقبة استيطان القبائل الكردية في المنطقة بعد انتهاء حرب سنة 1683 1699. في سنة 1739 سعى إسماعيل وهو قائد من كلس إلى الحصول على مساعدة حاكم حلب، لأن عشائر عديدة من قبيلة جوم الكردية غربي عفرين كانوا قد هاجروا إلى المدينة وامتنعوا عن دفع الضرائب الملقاة على عاتقهم. سعى قائد كلس مرة أخرى إلى تحصيل الديون القديمة من أعضاء من عشيرة موسى بكلي، ومكتوب أيضا باللاتينية موسى بجلي، المعروفة لإرسالها إلى حلب في سنة 1761. حصل الشيخ من عشيرة أوقشي الزدينلو على منصب الحاكم في كلس، وذلك بعد أن نصحه أحد الحكام بأن يكون مطيعا في تحصيل الضرائب وإرسالها إلى الباب العالي. لم تعد المنطقة تذكر كإقليم عسكري كردي في الوثائق العائدة إلى القرن الثامن عشر، وإنما كمقاطعة كلس وشيخلو. وقد مولت ضرائب عشيرة أوقجي الزدينلو مثلها مثل العشائر الأخرى التي لا تحصى في المنطقة الوقف الديني لوالدة السلطان آتيك وقف، والتي توفيت سنة 1583، وكان الوقف تحت إشراف إسطنبول. ولكون الأكراد المحليين عنيدين فقد أعطيت جباية ضرائب كلس، والتي كانت غالبا امتيازا مدى الحياة لحاكم الرقة الذي لعب دورا رائدا في سياسة توطين القبائل في القرن الثامن عشر، بما أن المسؤولية المالية كانت تقع على عاتق حاكم الرقة، فإنه كان يقوم بحملات تأديبية ضد أكراد كلس وطرد القبائل المقاومة إلى صحراء الجزيرة. يتم ذكر قبيلة شيخلو الكردية في وثائق كثيرة، كما كان الحال بالنسبة لقبيلة جوم أيضا. ليس واضحا دائما فيما إذا كان المقصود هنا اسم العشيرة أو اسم الموقع الجغرافي، بين قوسين موقع بالقرب من كلس، ولا يظهر في الوثائق أي تأكيدات فيما إذا كانت عشيرة مما هي فرع من قبيلة محددة أم لا. على سبيل المثال تظهر في بعض الوثائق أميكي الكردية بالقرب من بحيرة آموك على الحافة الغربية من كرداخ كعشيرة منفصلة، وفي وثائق أخرى كمظلة لوديشيرلو وبكداشلو. وأصبحت أميكي معروفة في منتصف القرن الثامن عشر، وذلك نتيجة لأعمال الغزو والسلب التي كانت تمارسها على الطرق والقرى المحيطة بأنطاكيا، بين قوسين كانت أيضا سنجقا تابعا لحلب. سيطرت بغداشلو بشكل خاص على المنطقة المحيطة بقرامورت، وهي محطة قوافل على الطريق الشمالي من أنطاكيا إلى مضيق بيلان. وفي سنة 1754 تم إرسال حملة جديدة من قبل الباب العالي بقيادة حاكم كردي من أضنة رشوان زادة سليمان إلى قرموت لتأديب القبائل التي تقوم بأعمال السلب في المنطقة، بعد أن كان قد سبق وقام بحملة كبيرة فاشلة ضدها. كانت قبيلة سركتانلو كذلك الأمر ذات سمعة سيئة، بحيث قامت في سنة 1743 على سبيل المثال بعرقلة نقل أدوات حربية إلى بير جيك. وفي سنة 1756 قام
200 رجل منهم بمهاجمة قافلة تجارية ونهبها أثناء سيرها من الأناضول باتجاه حلب. الجدير بالذكر هو أن مجموعات من القبائل التي يتم ذكرها هنا ترد أسماؤها في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية أيضا. ففي سنة 1743 هاجمت مجموعة كردية تجارا فرنسيين على الطريق إلى اسكندرونة، وتم كذلك إزعاج التجار الفرنسيين في المدينة واستغلالهم. كانت قبيلة قليتشلو تسكن في كلس حتى نهاية القرن التاسع عشر، وهي قبيلة شبه بدوية ومكلفة بتحصيل الضرائب من منطقة جوم القريبة من عفرين. وكان لهذه القبيلة فرع في حمص، وكلاهما كانا يشكلان فرعا من قبيلة قليتشلو الكبيرة المستقرة في الأناضول. وتم إرسالها خلال القرن التاسع عشر من مرعش وسيواس كاستمرار لعمليات الاستيطان في الرقة. تتم المساواة تقريبا في كل هذه الوثائق بين الأكراد السوريين وغيرهم من الأكراد مع قطاع الطرق الأشقياء. أيضا باستراحة لمدة دقيقة. أكرر ما أقرأه الآن هو من الأرشيف العثماني. أكراد سوريا في مرآة مصادر الأرشيف العثماني خلال القرن الثامن عشر للبروفيسور والمؤرخ شتيفان فينتر. قام بالترجمة من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية الدكتور نضال محمود حاج درويش. ربما تكون القراءة طويلة ومملة نوعا ما، ولكن لديها فائدة جمة وكبيرة. أعود للقراءة. يجب أن يتساءل المرء فيما إذا كان هذا الموقف من الجانب العثماني يشير في حقيقة الأمر إلى موقف ثابت وعدائي تجاه المجموعات الكردية، أو أن الأمر يشير بالأحرى إلى تقييم ذاتي جديد من قبل القبائل الريفية كمشكلة إدارية خاصة. تميزت سياسة الإصلاح للحكومة العثمانية في القرن الثامن عشر بمراقبتها الشديدة ومطاردتها ليس للقبائل الكردية فقط، وإنما لكامل القبائل التركمانية والعربية أيضا. وكان التوطين أي الإسكان الدائم للقبائل وكذلك الذين خدموا سابقا في الجيش في المناطق القاحلة مثل حران والرقة من ضمن مخططات الإصلاح. وكان الغرض من ذلك هو حماية العمال والفلاحين، وكذلك لأهداف اقتصادية، بحيث يوسع هؤلاء من مساحة الأراضي الزراعية. سأعطي هنا مثال حيث يرد ذكر عشيرة أوقجي الزدينلو الكردية في مصنفات الديوان في حلب وأنطاكيا، ويتم وصفها بأنها من أكثر العشائر سوءا وأنها تقوم بأعمال السلب في المنطقة. ربما كانت الزدينلو أكبر عشائر تجمع كلس. ويرد بعض الأحيان في الوثائق أن عزدينلو كانوا يشكلون أساسا لتحالف قبلي ضم سركتانلو وعشائر أخرى صغيرة. يرد في الوثائق كثيرا بأن عشيرة أوقجي زدينلو قد عوقبت من قبل السلطات وتم ترحيلها إلى الرقة، ولكنها كانت تعود وبدون تردد إلى المناطق الرعوية المحيطة بحلب. في سنة 1735 حاول البعض منهم الهرب، وذلك عندما تم نقلهم من قبل حاكم حلب. وفي سنة 1756 امتدت حملات نهب عشيرة عزالدين من سهول عميق بالقرب من حلب في الصيف حتى إلى الأقاليم المجاورة لأضنا ومرعش في الخريف. لم تستطع السلطات العثمانية أساسا أن تقوم بمطاردة أوقجي عزالدين بشكل دائم. وفي آذار 1757 بداية حساب السنة الجديدة تم استدعاء قادة عشيرة أوقجي عزالدين وعشائر أخرى في جبال كلس ليمثلوا أمام الباب العالي، وطلب منهم جمع ضرائب 4 سنوات سابقة وأن لا يسجلوا أعضاء العشيرة الذين ارتكبوا جرائم السرقة. بعد ذلك بعدة سنوات كما ذكرنا سابقا كان أحد قادة أوقجي زلدينو وزعيم كامل تجمع كلس يلعب دور الوسيط بين الدولة وأهم المجموعات الريفية الهامشية. الآن قبيلة ملان
توجد فقط مجموعات قبلية قليلة تظهر ارتباطا وثيقا مع التاريخ السوري، كما هي الحال بالنسبة لقبيلة الملان. تكونت هذه القبيلة أساسا من عشائر كردية وعربية من منطقة ويران شهر، وهيمنت ابتداء من القرن الثامن عشر على شمال سوريا بالكامل. عين الباب العالي بعض الأعيان قائدهم تيمور ملي حاكما على مدينة الرقة. في الهامش يقول: ينتمي تيمور إلى أسرة كردية عريقة وقد تسلم مناصب رفيعة في إسطنبول. إذن تيمور ملي عينه حاكما على مدينة الرقة، ولكنهم لم يتمكنوا من إيقاف حملاته الدائمة على أورفا وقرى المنطقة عندما احتل والي مصر إبراهيم باشا سوريا. وقفت قبيلة الملان إلى جانب المصريين 1832 معركة قرب حمص. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر استطاع الملان ثانية تحت قيادة إبراهيم باشا حفيد تيمور الذي عهد إليه السلطان إمرة قيادة فوج من الفرسان الحميدية، استطاع فرض سيطرته على كامل العشائر في المنطقة، ومن بينهم عشيرة شمر العربية بعد الحرب العالمية الأولى. وقفت قبيلة الملان إلى جانب قوات الانتداب الفرنسي ضد الكماليين، ولكنهم ضربوا من قبل هؤلاء. ومع مرور الوقت وبعد رسم الحدود بين سوريا وتركيا 1921 استقر القسم الأكبر من الملان على الجانب السوري من الحدود، وبشكل خاص حوالي رأس العين بين قوسين سريكانية وفي الحسكة وأجزاء أخرى من الجزيرة. أما بالنسبة لمدينة الرقة فما زال بعض وجهائها يدعون بأنهم من أصول ملية، ولو أنهم حاليا من وجهاء قبائل عربية. في بحث ألفه عبد الحميد الحمد حول المجموعات السكانية المحلية، يؤكد الباحث الأصول القومية المتناقضة بين قوسين 1000 ملة لقبيلة الملان، والتي تم تكوين اتحادها القبلي بداية في عام 1790 من قبل تيمور بيك. لكن المؤلف تجاهل ذكر قبائل الملان قبل ذلك التاريخ بكثير، وذلك في المصادر العثمانية التي اعتبرتهم قبيلة كردية خالصة. كانت عشائر الملان في القرن السادس عشر ممثلين للسلطة العثمانية في ماردين، ويحتكرون ربح الضرائب، مع أن هذه المنطقة لم تكن على الإطلاق من ميراث القبائل الكردية في كردستان. ولم تكن عشائر الملان بمنأى عن مخطط الإسكان الذي اعتمدته السلطة العثمانية. ففي سنة 1701 بدأت محاولة إسكانهم في مناطقهم الأصلية حول دياربكر آمد، ومن ثم بدأت واعتبارا من 1711 بترحيلهم إلى إقليم الرقة. ولكن الملان كما هو الحال بالنسبة لجميع البدو لم يبقوا هناك لمدة طويلة، وعادوا إلى حياة السلب، وكان يتم إرسالهم في السنوات التي تلت ذلك إلى مناطق الصحراء. يجب ألا يطمس خطاب الكتبة العثمانيين ضد الكرد الذين يمارسون أعمال السلب بين قوسين أشقياء. حقيقة أن الملان كانوا واحدة من أبرز التجمعات السياسية في شرق الإمبراطورية العثمانية في القرن الثامن عشر. كان الباب العالي يكلف عادة زعيم ملان الكبير بإسكان القبائل الملية، وبذلك تحمل زعيمهم كامل المسؤولية بالنسبة لعشائر قبيلة الملان في إطار مشروع استيطان الرقة. ولكن هذه الوساطة كانت مشوشة. على سبيل المثال، يرد شكوى في أحد الفرمانات إلى حاكم دياربكر والرقة في صيف 1750 من نقص الضرائب التي كان قد تم فرضها قبل سنة على الملان والمتحالفين معهم من التركمان، وذلك عندما رفض مجموعة من هؤلاء إطاعة أوامر المسؤول عن الاستيطان وانتقلوا إلى مناطق مختلفة من الأقاليم المجاورة. في نفس الفرمان يظهر بشكل واضح بأن قائد الملان بنفسه وهو المسؤول عن الإسكان قد انتقل برفقة 1000 خيمة إلى سيورك سيفيرك في إقليم ديار بكر سويرك، وحاصر هناك ولعدة أشهر السكان المحليين ومارس عليهم الظلم، ولم يكن باستطاعة حاكم ديار بكر مواجهة الملان. لهذا تمت محاكمته من قبل الباب العالي. وفي السنة التي تلت ذلك كلف الباب العالي والي ماردين والموصل وبغداد بوضع حد لتصرفات الملان،
وذلك عندما قام هؤلاء وبمساعدة قبيلة قيس العربية أو قيس العربية بإرهاب سكان المناطق أورفا وبهسني. الأمر الجدير بالاهتمام هو أن الباب العالي أرسل كتابا إلى رئيس الملان بشير ابن كلش عبدي وأخيه محمود جد تيمور ملي الذي سبق ذكره، وهددهم مباشرة بأقصى العقوبات في حال ما إذا لم يتبعوا إرادة السلطان ولم يتراجعوا عن أعمالهم السيئة ويعودوا بعوائلهم إلى مناطق الاستيطان. كانت العشائر الملية بالكامل بما فيها فرع كلش عبدي تدين في الماضي بالديانة الإيزيدية. يتم ذكر الإيزيديين وأتباع الطوائف الدينية الأخرى من الكرد بين قوسين على سبيل المثال العلويين في الوثائق الإدارية بشكل متقطع. وعلى عكس ما يتم ادعاؤه في الدراسات الحديثة، فإن السلطات العثمانية لم تتبع سياسة مباشرة ضد أعضاء الأقليات الدينية في ذلك الوقت، ولكن يرد دائما ذكر عصابات من قطاع الطرق في مرتفعات شمال العراق الذين تمت محاربتهم بشدة من قبل الإيزيديين بين قوسين احتلال ودمار برج تل أعفر في سنة 1740. ويرد في أماكن أخرى أن الإيزيديين استطاعوا التمتع بحماية السلطات العثمانية. على سبيل المثال في سنة 1724 كلف حاكم حلب قاضي كلس بحماية جماعة بدوية إيزيدية بين قوسين كونار كوتشر من مطالب نقدية مفرطة من قبل مالك عديم الرحمة. في مرسوم من سنة 1756 وجه اللوم بشكل صريح إلى ملان كبير بسبب اتهامهم بالإدلاء باعترافات كاذبة، ولكن في واقع الحال هو أن قيام الملان ومن جديد بخلق الاضطرابات وجيب الويلات في مناطق سويرك كان وراء توبيخ الباب العالي لهم. ولكن الأمر المدهش هو دحض تلك الاتهامات من قبل حاكم الرقة، حيث قام بإخبار الباب العالي بوجود خلافات سابقة بين حاكم سويرك ومحمود باشا زعيم الملان. بينما قضى الملان شتاءهم سلميا، ذهب حاكم سويرك إلى اسطنبول ليفتري عليهم، وخوفا من عقاب السلطات انسحبت عشائر الملان إلى عمق الصحراء السورية ليسلموا من المضايقات. دامت لعبة القط والفأر بين الملان والأعداء المحليين وبينهم وبين السلطات العثمانية والسلطات الأقاليم لسنوات عدة، كمثال أخير يوضح لنا الوضع السياسي لاتحاد عشائر الملان في شمال سوريا في ذلك الوقت. نورد أنه في شهر شباط من سنة 1758 أنذر الباب العالي كلا من حاكمي مدينتي الرقة وبغداد بوبال فظيع لو لم ينسحب محمود والملان سريعا من منطقة وادي الخابور، قائلا أنه يجب طردهم وإبعادهم إلى الرقة، ويعود السبب وراء هذا الطلب حسب السلطنة هو تجرؤ محمود وذهابه بدون إبداء احترام إلى منطقة الخابور وقيامه بحجز مخزون الحبوب في قرية مجدل، ومن ثم بنائه لحصن في خرابا، وكذلك مباشرته العمل على أتوقف هنا عند الهامش تقع قرية مجدل جنوب تل تمر الحالية، وسميت بذلك نسبة إلى مجدل بيك بن جلالة عمر آغا بن إسماعيل آغا بن خضر آغا الملي، وما زال قبر مجدل موجود في القرية. إذن لحصن في خرابا، وكذلك مباشرته العمل على بناء القرى الصغيرة والمزارع في المناطق المجاورة، ومخططه لحجز مياه الخابور ومن ثم حفر مجرى نهر جديد ليستملك كامل المنطقة لقبيلته. وقد استطاع رجال قبيلته نزع السلاح من أحد عشائر طي العربية واستولوا على ماشية قبيلة كيكان الكردية. لقد جاء في الأمر أنه يجب على الملان أن يعودوا إلى مناطق سكناهم ويجب تدمير حصنهم في منطقة الخابور. من الواضح أن تصرف محمود بشكل مستقل هو الذي أثار حفيظة الدولة وليست مشاريعه. بعد 4 أشهر من ذلك التاريخ وحصول حوادث جديدة تم جرد محمود من منصبه كمسؤول الاستيطان بين قوسين إسكان باشي، وتمت محاربته في قرجداغ حيث اضطر للهروب إلى دياربكر، ومن هناك قاد لعدة سنوات الثورات ضد الباب العالي، وهو أمر كلفه رأسه. هنا أيضا استراحة قصيرة.
يجو بزماني عربي نزان بزماني عربي نزان اف قال لك جرينجا اف خلق بزماني عربي بيش برجو او بخابني بزماني عربي نبيسيه جبوك هر کس ناز بکه کمبونا کردان السوری چاوای دما عثمانلیا دلیبری عثمانیا هر کسی که دیرو که چوبینه زانه به کرد چقاسی کفنن لسوریای نتنه السوریای لروش آوای کردستانی یان کردستان سوری نا لبر آوه لرقة لديري لحلبة لحمصة لحماية. أعود إلى القراءة إلى قبائل رشوان. في الختام سأعطي لمحة عن عشيرة رشوان الكردية والتي استقرت في كامل مناطق السلطة العثمانية. ليس بإمكاننا واستنادا إلى الملفات الإدارية العائدة إلى القرن ال18 تحديد أصولهم وترتيبهم الإداري، ولم تجري حتى الآن أي دراسة عنهم. يرى نجدة ساكوغلو بأن الرشوان لم يكن تجمعا سكانيا، وإنما أتوقف هنا عند الهامش فيما يتعلق بقبيلة كيكان. الهامش مكتوب: تتوزع قبيلة كيكان اليوم بين تركيا وسوريا في المنطقة الممتدة بين ماردين والدرباسية، ومن أهم معالم هذه القبيلة الهضبة المعروفة بكبز كيكان بالقرب من مدينة درباسية. ويرد ذكر قبيلة الكيكان في مخطوطة كتبها شخص يدعى جرجيس حمدي، وهي تعود إلى سنة 1865. جاء فيها ما يأتي: كيكان عشيرة كبيرة تسكن في أطراف ماردين وتمتلك قرى، وفي الربيع تسكن خيم الوبر دون أن تبتعد عن قراها بسبب مواشيهم ودوابهم. والكيكيون هم مزارعون وموزعون على 15 ضيعة، والتي تشكل حوالي 400 دار، وشيخهم المسمى شمدين عين من قبل مشير ديار بكر الذي يدفع له أيضا راتبا، وهم صنف الرجال الأقوياء والفرسان الممتازين. ينظر عماد عبد السلام رؤوف، دراسات وثائقية في تاريخ الكرد الحديث وحضارتهم، 2011، الصفحة 290. إذن أعود إلى قبيلة رشوان. إذن قبيلة الرشوان لم تكن تجمعا سكانيا، وإنما عبارة عن مصطلح يطلق على أعداد كبيرة من العشائر البدوية والتي كانت تنتقل سنويا بين شمال سوريا والأناضول. أما السلطات العثمانية فقد تعاملت معهم كمجموعة مستقلة، وفرقوا بشكل واضح بين البدو كوتشر والمستقرين يارلو منهم. وتبدو الصورة واضحة إذا أجرينا مقارنة بين قبيلة بوز أولوس التركمانية، حيث تعاملت السلطات مع هذه القبيلة كوحدة إدارية وضريبية. وجد شبيه لوضع هذه القبيلة حتى بداية القرن السادس عشر في اتحاد قبلي كردي يسمى قراولوس الاتحاد الأسود في جنوب شرق الأناضول، ولكن اسم هذه القبيلة لا يظهر في الوثائق المتأخرة. من المفيد ذكر أن الرشوان، والذي يعني باللغة الكردية أسود، كانوا يشكلون في مناطق محلية متنوعة في القرن الثامن عشر بقايا اتحاد قبلي كردي، ويرد ذكرهم بشكل خاص في مناطق سيواس، مرعش، أضنة. وكان يحكم مرعش وأضنة وآل من عشيرة رشوان زادة. يبدو أن مركز قبيلة رشوان الرئيسي كان في حصن المنصور آديمان في منطقة مرعش، ولو أنهم توزعوا في مناطق الأناضول المختلفة. هنا كان يوجد على الأقل جزء من مقاطعة تابعة لقبيلة رشوان، وقد خصص إيرادها لجامع والدة السلطان في اسطنبول، وكان يمثل كل عشيرة أمام السلطنة العثمانية شخص ذو مكانة بارزة. تخبرنا الوثائق العثمانية المتعلقة بالشكاوي المالية شكايات دفترلي، والتي تعتبر من المصادر الغنية لدراسة التاريخ الاجتماعي والإداري للسلطنة العثمانية، كيف وجب على سبيل المثال في سنة 1690 كيف وجب على فرهاد أوغلي يوسف، وهو من بدو الرشوان، تحصيل الضرائب المتأخرة، والتي حاولت الحكومة المركزية تحصيلها بشروط أكثر عدلا. وقد شغلت المسائل الإدارية موظفي الدولة في أقاليم شمال سوريا أيضا، والتي قضى فيها الكثير من أشباه البدو من الرشوان مدة فصل الشتاء. تسببت على سبيل المثال مجموعة من الرشوان في سنة 1712 بخسائر كبيرة في منطقة حارم غرب حلب، حيث
لم يتوقفوا عند المراعي الشتوية التي كانت مخصصة لمواشيهم، وإنما تركوا أغنامهم تدخل بساتين إحدى القرى. وفي إحدى المرات كان على حاكم حلب جمع الضرائب المتأخرة منهم، أو بناء على رغبة الرشوان ترحيل الأعضاء المتمردين إلى قبرص. استقرت بعض المجموعات من الرشوان لمدة طويلة في سوريا، ويرد في الملفات القضائية من طرابلس بأن 3 من قادتهم طلبوا في سنة 1712 الموافقة من السلطات باستيطان 600 عائلة منهم في منطقة عكار، وقد تم لهم ذلك بموجب شروط فرضت عليهم: السكن في منطقة محدودة، وأن يتقيدوا برعي مواشيهم في منطقة مخصصة لهم. إضافة إلى ذلك توجب عليهم دفع قليل من الفائدة للسلطات العثمانية، ويعود ذلك إلى شكوى من قبل محصل الضرائب الذي ادعى بأن هناك نقصا في المبلغ الذي توجب على الرشوان إرساله إلى طرابلس. كانت أيالة الرقة أهم منطقة لهجرة الرشوان في القرن الثامن عشر، حيث وجب عليهم، كما كان الحال بالنسبة لقبائل الملان وقلتشلو وعشائر كردية أخرى كثيرة، وكذلك عشائر تركمانية، الخضوع للسياسة الحكومية بخصوص الاستيطان التي بدأت منذ العام 1691. ولتحقيق ذلك قدمت الحكومة لهم التسهيلات المناسبة بخصوص الضرائب، وكانت تتم في بعض الأحيان معاقبة القبائل بإرسالها إلى الرقة. لا نملك معلومات وافية بالنسبة لمدى تطبيق تلك السياسة ونتائجها، وهو أمر يحتاج إلى بحث مستفيض. الكثير من الرشوان وغيرهم من القبائل تركوا وبسرعة المنطقة المخصصة لسكناهم ليعودوا إلى الشمال، وقد كان لحاكم الرقة مقره الوظيفي في أورفا إلى حد ما سلطات واسعة على القبائل خارج حدود إقليمه، وكان يطلب منه مطاردة القبائل في المناطق الأخرى ومعاقبتها وإرجاعها إلى مناطقها المحددة. توجب عليه في سنة 1751 مهاجمة جماعة من قطاع الطرق من الرشوان في حصن المنصور، وكان السكان عنتاب وحصن قد اشتكوا قبل ذلك بعدة سنوات من معاون حاكم الرقة لدى الباب العالي بتهمة ابتزاز الأموال وسرقة الأغنام. كانت عشيرة عمرانلو الكردية، وهي فرع صغير من قبيلة جيهان بقلو ضمن مخطط الإسكان، حيث عهد بمسألة انتقالهم من ملاطيا إلى حاكم الرقة بعد أن كان هؤلاء قد عبروا نهر الفرات في صيف وخريف 1764، ونهب القرى في منطقة سفرة أرغني، مكتوب باللاتينية سفرة أرغاني. من غير الواضح هنا أيضا المدة التي قضتها القبيلة في الرقة، ولو أن الكثير من الكرد في مناطق الأناضول والذين ينتمون إلى عشائر كانت جزءا من الاتحاد القبلي لقبيلة رشوان وجيهان بقلو يدعون بأن أصولهم سورية، وهذا الأمر يعود إلى حقبة الإسكان في القرن الثامن عشر. تعتبر الوثائق التي تزودنا بمعلومات عن علاقات الرشوان مع الجهات المحلية الفاعلة في شمال سوريا أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لغاية البحث. كما كان الحال بالنسبة للكرد، تم قيادة القبائل البدوية العربية من قبل أمير صحراوي تشولبك معترف به رسميا، كان يتوجب على الحكومة دائما حماية العشائر الصغيرة منه. اشتكى الرشوان في سنة 1694 من الأمير الصحراوي السابق حسين حمد العباس، الذي هاجم مع المئات من أعضاء عشيرتي موالي وقيس، مكتوب ربما كيس، وعرب آخرين قبيلة الرشوان في مقرهم الشتوي في السلامية، وسرقوا 200 ألف رأس من الماشية. حصل موظفو السلطنة العثمانية في كامل سوريا على أوامر توجب عليهم بموجبها السعي إلى إرجاع المواشي إلى الكرد. كان الرشوان يتوقفون عادة خلال ترحالهم في مناطق غير مأهولة بالسكان، ولكن في سنة 1736 وعندما كانت عشائر الرشوان تجوب المنطقة بين سلمية وكوكسو في الشمال، تسببت بأضرار بالغة بمحاصيل قرى شرق حلب، وكان عليهم دفع تعويض لتلك القرى. بعد ذلك بسنتين هاجم الباب العالي ثانية أخو حمد العباس، وذلك نصرة لقبيلة الرشوان التي تعرضت مناطقهم للاضطرابات، وتم ابتزازهم ماليا نتيجة صراع داخلي ضمن إمارة الصحراء. حصلت قبيلة الرشوان على مرافقة عسكرية وصلت إلى الفرات، واستطاعت من جديد الاتفاق مع تشولبجي
حول دفع الضرائب السنوية، وتعهد حكام حلب والرقة من جهتهم بمراقبة حمد العباس مراقبة شديدة. كانت حماية قبيلة رشوان الكردية من الأهداف الأساسية لأمير الصحراء، وتم رفع واجب دفع الضرائب عن الرشوان من قبل الباب العالي، وذلك في سنة 1750 بعد أن عجزوا عن الدفع في السنة التي تلتها. هنا الخاتمة. كان وضع القبائل الكردية في سوريا خلال القرن الثامن عشر متناقضا، فمن جهة تم وصفهم من قبل السلطات العثمانية بالأشقياء أي قطاع الطرق، وذلك لقيامهم بأعمال السلب على الطرقات، ونظرا لتملصهم من دفع الضرائب كانت تتم معاقبتهم بإبعادهم إلى مناطق أخرى. ومن جهة أخرى تخبرنا الوثائق الإدارية بأن الباب العالي كان يسعى وبشكل دائم لتأمين لقمة عيش القبائل، وبأن فرض الضرائب على القبائل كان يتم بشكل عادل ووفقا للقانون. قبل كل شيء كان يتم تعيين زعيم القبيلة في الإدارة العثمانية عن طريق تمييزه برتبة أمير أو مسؤول الإسكان وغير ذلك، وكان هؤلاء يتمتعون بمكانة بارزة كوسطاء بين القبيلة والسلطنة. كان كرد سوريا ضمن السلطنة العثمانية كغيرهم من القبائل العربية والتركية خاضعين لسياسة الدمج والمراقبة، وهو أمر يمكن تشبيهه بوضع حوالي كل المجموعات الهامشية في الريف الأوروبي وآسيا الغربية في بواكير العصر الحديث. سيكون من الخطأ ومن خلال استحضار إجراءات نموذجية عفى عليها الزمن لتحديث الدولة العثمانية من جمع تاريخ قومي كردي. ومن جهة أخرى يمكننا الملاحظة بأن مسألة تطوير الهوية الكردية في عصر الهوية القومية الحديثة أصبح صعبا، نظرا لأن الكرد من بين أسباب أخرى لديهم نقص في الوثائق العلمية، والتي بناء عليها يتم تصويرهم ببساطة على أنهم شعب بدون تاريخ. وقد حاولت هنا من خلال إلقاء نظرة أولية عامة على الأرشيف العثماني العائد إلى القرن الثامن عشر إظهار الوجود التاريخي للكرد الذي أتمنى أن أكون قد وفقت به. هذا ما قاله البروفيسور والمؤرخ الألماني شتيفان فينتر باللغة الألمانية، والذي ترجمه إلى اللغة العربية الدكتور نضال محمود حاج درويش. بذلك انتهت الحلقة، ولكم جزيل